واش فايت لك تسالت شنو هو الدوبامين اولا شنو يدير هذا الدوبامين؟ الدوبامين هو واحد الناقل عصبي كينتجو الدماغ واللي هو مسؤول على اللحظات ديال المتعه والتحفيز اللي تخلي الحياه ديالنا ممتعه. نعطيو مثال، ملي كتاكل شي اكله مفضله ديالك، داك الاحساس اللي كتحس به راه نتيجه لان الدوبامين هو اللي تفاعل. هذه هي الخدمه ديال الدوبامين. بزاف ديال الناس كيقولوا بان الدوبامين هو جزيء المتعه، ولكن الدوبامين ايضا عنده واحد الدور كبير في الموتيفاسيون وفي التعلم وبزاف ديال الحوايج. ملي كيكون النيفو ديال الدوبامين طايح في الدم ديالك يقدر يؤدي بزاف ديال المشاكل الطبيه والنفسيه. وميم طون الا كان عندك بزاف ديال الدوبامين هذا الشيء يقدر يؤدي للادمان. ناخذوا الالعاب الفيديو كمثال، كل ما لعبت كل ما خصك تزيد تلعب باش تساتيسفي راسك. السيمانه الاولى كنت كتلعب ساعه في النهار، غادي يفوت واحد الوقت غادي تبقى تحس بان هذيك الساعه قليله، غادي خصك تزيد 2 سوايع، تبقى تلعب 2 سوايع في النهار، تلعب 2 سوايع بسبب ان الدماغ ديالنا غادي يولي معتاد لديك النيفو ديال الدوبامين في الدم ديالك، وبالتالي خصو 2 سوايع هو ينتج في الدوبامين باش عادي يكون ساتيسفي. مورا غادي تولي 3 سوايع، مورا 4 سوايع، حتى كنوليو مدمنين. ملي كنهضروا على الدوبامين ديتوكس شنو كنقصدوا به؟ كنقصدوا به بانه دوك الاكتيفيتي اللي كديرهم بحال مثلا تلعب لي فيديو جيمز اولا تسكرولي في لي ريزو سوسيو، فيسبوك، في الانستغرام، كتضل تماك نهار كامل واحد ساعه 2 سوايع 3 سوايع وانت كدور. الدوبامين ديتوكس غادي يخليك تبعد على هادو واحد المده ديال 30 يوم تقريبا اولا 90 يوم. وفي بلاصه ما دير هاد الحوايج غادي دير شي حوايج اللي هما صحيه. مثلا بلاصه ما غادي تجلس في الدار 2 سوايع وانت تسكرولي في الانستغرام ولا في الفيسبوك، غادي تمشي تشديك 2 سوايع غادي تمشي دير واحد الساعه ديرها ديال الهجره، واحد الساعه غادي ديرها ميديتاسيون ولا تقرا فيها القران ولا دير فيها شي حاجه اللي مزيانه اللي غادي تعاونك صحيه، اللي هي صحيه وما تخليش العقل ديالك مدمن. المهم دابا غنهضروا على الخطوات كيفاش دير هاد الدوبامين ديتوكس. اول خطوه اللي هي خصك دير واحد الحاجه في عقلك وتثق في راسك بانه تقدر دير هادشي. كتبها في شي ورقه وعلقها في الحيط ديالك وقول بانه انا قادر انه ندير هاد الحاجه، قادر انه ندير هاد الدوبامين ديتوكس ونبقى بلا ريزو سوسيو لواحد 30 يوم. انا كنقول لك بانه ما غاديش تكون سهله، فريمون ما غاتكونش سهله. 30 يوم بلا سوشيال ميديا ولا 30 يوم بلا فيديو جيمز ولا 30 يوم بلا شي حاجه اللي انت مدمن عليها راه فريمون صعيبه بزاف. الخطوه الثانيه غتشد لي ريزو سوسيو، غتشد اللعاب اللي عندك، غتشدهم غتمحيهم من التليفون ديالك. المهم حاول ما امكن تبعد على دوك التريجرز، دوك الحوايج اللي غيخليوك تمشي دير ديك الحاجه. مثلا شد البي اس 5 ديالك غتدسها في شي قنت ولا تعطيها للوالده ديالك، ولا المهم ما غتخليهاش حداك. ثالث حاجه ولا ثالث خطوه غتبدا الديتوكس. دابا الوقت باش تبدا الخدمه. غادي دير واحد الليست تكري فيها كاع دوك الحوايج اللي هما خصهم يتبدلوا، الحوايج اللي انت مدمن عليهم وخصهم يتبدلوا، والحوايج اللي خاصهم يتبدلوا بهم. يعني مثلا عندك الساعه ديال انستغرام غتبدلها بساعه ديال الجرا، اولا ساعه انت اللعب غتبدلها بساعه ديال تلعب كره مع صحابك الى اخره. المهم كاين بزاف لا ليست طويله، دير داكشي على حسابك انت، كل واحد هو لي زوبجيكتيف ديالو. دابا ملي بديت الديتوكس ما تبقاش جالس في الدار، غدير هذوك لي زاكتيفيتي، غتحس بلا عندك وقت الفراغ بزاف. ولكن علاش قلت لك دير ديك لا ليست؟ باش انه ملي تحس بالوقت ديال الفراغ تعرف بانه هذيك الحاجه اللي كنت كديرها راك رومبلاسيتها بواحد الحاجه اخرى اللي هي صحيه. رابع خطوه دير بالك بانه هادشي غتبعد عليه 30 يوم ولا حتى 90 يوم. بزاف ديال الابحاث كيقولوا بانه 90 يوم كتشونجي الدماغ ديالك، كتشونجي بزاف ديال الحوايج. يعني دوك الحوايج اللي مدمنين غادي يتبدلوا نهائيا. من مورا 90 يوم ولا الخطوه الخامسه غادي تحس بواحد ديفيرونس كبيره، تلقى بانه راسك بلا ما غتوليش تكريفي دوك العادات المدمنه اللي كانوا عندك، غادي تولي تحس بهم بحال غير شي حاجه زايده في حياتك، شي حاجه اللي معناتها التطور. غتولي مثلا الرياضه غتولي عندك شي حاجه اللي احسن بحوايج اخرين، لانه بلاصه ما تسكرولي في لي ريزو سوسيو راك دير الرياضه، راك دير شي حاجه اللي زوينه. تخيل معايا كي غادي تكون الحياه ديالك الا بدلت هذا الشيء. تخيل معايا الحوايج اللي غيتبدل، بزاف ديال الحوايج. هي راه صعيبه ولكن كننصحك انك ديرها. كنشكرك على المشاهده، نلقاك في فيديو اخر.